أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. هند القحطاني تكشف صدرها بشكل فاضح وخلفها كلمة التوحيد. اختارت المشهورة السعودية هند القحطاني أكثر الطرق جرأة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93 مستخدمة كلمة التوحيد. وكانت هند القحطاني قد ظهرت في بدايات الاحتفال باليوم الوطني بفستان أبيض عليه عباءة خضراء مستورة عليه شكل سيفين والنخلة مستوحاة من علم السعودية. وقامت هند بالرقص على أغنية يا سلام عليكم يا السعودية للفنان السعودي راشد الماجد. وجهزت هند منزلها ببالونات بيضاء وخضراء وشعارات اليوم الوطني وكعكة كبيرة مغلفة بعلم السعودية. لكن تلك الحشمة سرعان ما انتهت، حيث استكملت هند القحطاني الاحتفالات ولكن بإطلالة فاضحة، حيث ارتدت هند القحطاني فستانا مكشوف الصدر لا يغطي إلا القليل، وظهرت تسأل جمهورها عن رأيهم باحتفالها. ووقفت هند القحطاني خلف علم السعودية الذي يحتوي كلمة التوحيد بهذه الملابس الفاضحة لعمل إعلان حول أحد العطور. وعبر المتابعون عن صدمتهم من ظهور هند بهذا الشكل، فكتب أحدهم: للأسف إنها سعودية يعيبها بس عن المنظر المقزز. وكتب ناشط ساخرا: لو تشيل اللبس أفضل وش غطت. وتساءل آخر: وش شعور أولادها وهم يشوفون أمهم بهذا المنظر. الصباح كيف كان بعد الاحتفالات؟ انبسطتوا ها؟ وجبتوا شوارع المدن واحتفلتوا احتفالات جماعية. يا زين الاحتفالات، يا زين.